كاين وسط الدار ولكن بحال ما كاينش. هاد الجمله اللي كترددها بزاف ديال الامهات وكتعكس واقع مؤلم، الاب الحاضر الغائب. السلام عليكم، انا كوتش منير. الاب اللي كيدخل ويخرج وكيوفر الماديات ولكن غائب عاطفيا وتواصليا، خاصه في مرحله المراهقه. هاد المرحله، هاد الغياب كيدير فيها تاثير كبير. المراهق كيكون في مرحله حساسه، كيقلب على القدوه، على الدعم وعلى اللي يسمعوا ويفهموا بلا ما يحكم عليه. فاش كيغيب الاب كيتخلى على الدور ديالو التربوي، وهذا الشيء كيخلي الام تحمل كل شيء بوحدها. وماشي بعيد المراهق كيمشي يقلب على الاهتمام في الزنقه، في الانترنت او وسط اصدقاء ماشي دائما مزيانين. غياب الحوار، غياب الحضور الفعال كيزيد من الهوة وكيخلق فراغ عاطفي وسلوكي اللي ممكن يجر الولد او البنت لسلوكيات متهوره او حتى الاحساس بالاهمال. ماشي ضروري الاب يكون دائما في الدار نهار كامل، ولكن ضروري يكون حاضر في العقل والقلب، حاضر بالكلمه الطيبه، بالسؤال، بالحضن، بالحوار. تربيه المراهقين ماشي غير واجب، هي فرصه لبناء علاقه انسانيه قويه ما كتنساش مدى الحياه. شاركوا معنا في التعاليق شنو كيعني ليك الحضور الابوي، وشنو الخطوه اللي كدير كاب او ام باش تقرب اكثر من وليداتك، بناتك، اولادك في مرحله المراهقه.